بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم عبد الله رخا، واخيرا بعد تسريبات كتير جدا واشاعات عن الواوي ميت 9 هواوي اعلنت النهارده عن الموبايل بصراحه امكانياته ممتازه جدا، ومن رايي هيكون هو اكتر موبايل كامل لحد دلوقتي بالنسبه للامكانيات. هواوي ركزت على كل حاجه في الموبايل وعلى تفاصيل مهمه جدا في الموبايل هنتكلم عنها بعدين. اول حاجه هواوي اصدرت نسختين، نسخه الميت 9 العادي جدا، ولقينا صاحبك داخل بعربية بورش في أول المؤتمر وبيقول لك إن في نسخة ميت 9 بورش، يعني زي السامسونج جالاكسي اس 7 والاس 7 ايدج، نسخة باتمان ونسخة الأولمبيات والحاجات دي. مواصفات الميت 9 العادي هتكون شاشة بمقاس 5.9 انش بدقة 1080 في 1920. الموبايل بيجي بمعالج كيرين 960 ولأول مرة من شركة هواوي. فضلوا يتكلموا كتير جدا عن أداء المعالج وسرعته الرهيبة ويقارنوه بالاس 7 ايدج والايفون 7 بلس، وبصراحة كان متفوق بالنسبة اللي شفناه يعني. وبيقول المعالج الكيرين 960 هيكون أفضل من السناب دراجون 821، بيقول بحوالي 11%. فطبعا احنا مستنيين الناس تجرب الموبايل عشان نقدر نحكم عليه، لانها افورت قوي بصراحه. ده فيديو قدامكم اهو بيقارنوا بين الاس 7 ايدج والهواوي ميت 9، فشايف بصراحه ان الهواوي ميت 9 متفوق. وبيقول لك ان المعالج ده بيقلل من استهلاك الرام وبيوفر لك من البطاريه وحوارات كتير. بيجي ب 4 جيجا رام دي دي ار 4، لكن النسخه البورش بتيجي ب 6 جيجا رام دي دي ار 4 مع 256 جيجا. يعني نسخة الميت 9 العادي بتبقى 64 جيجا او 128 جيجا مع 4 جيجا رام، لكن النسخة البورش هتكون 256 جيجا مع 6 جيجا رام دي دي ار 4. باقي المواصفات هتكون كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 20 ميجا بكسل، والكاميرا التانية بدقة 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة اف 2.2 للكاميرتين. الكاميرا والتاني مرة نشوفها من شركة هواوي هتكون مصنوعة من شركة لايكا الألمانية زي ما شفنا في البي 9، لكن المرة دي هتفرق في ان هيكون فيه مثبت بصري زي اللي شفناه في الايفون 7 بلس اللي هو الاو اي اس، وده بيساعد طبعا على عدم اهتزاز الفيديو وانت بتصور وانت ماشي مثلا او راكب عجلة او غيره. فبصراحة انا شايف ان دي حاجة ممتازة جدا، عشان اصلا البي 9 كان تصويره ممتاز لكن كان مفتقد للمثبت البصري ده. فبصراحة بتوقع اداء ممتاز جدا من الكاميرا. بالنسبة للتصوير الفيديو فبيصور 4K، وبيقولك ان هو فيه خاصية ضغط الصورة، يعني بيخلي لك حجم ملف ال 4K مش كبير قوي، خلي لك اقل 50% عشان لو هترفعه على اليوتيوب او عشان لو هتنزله على حاجة او. وفضلوا برضو يتكلموا عن اداء الكاميرا شوية كتار وبيقارنوها بالاس 7 والايفون 7 بلس برضو، ويتكلموا عن ادائها في الاضاءة الليلية، ويقول لك الايفون 7 بلس الكاميرا التانية ما بتشتغلش في الاضاءة الليلية لكن الميت 9 بتشتغل والجو ده. الكاميرا الاماميه بتيجي بدقه 8 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 1.9، واتوقع انها تكون كاميرا ممتازه جدا لان كاميرات هواوي اصلا الاماميه حتى بالعدسه العاديه اف 2.2 كانت بتأدي اداء ممتاز، فمتوقع ان الكاميرا دي هتكون ممتازه جدا. البطاريه بقى بتيجي بسعه 4000 ملي امبر، وبيقولك ان انت في خلال 30 دقيقه هتشحن لحد 58%. وبيقولوا برضو ان الموبايل ما بيسخنش هو بيشحن، وزي ما تقول كده يعني ايه بيوجه الكلام لسامسونج في النوت 7 والاس 7 ايدج والحاجات دي. فعشان كده انا شايف ان الموبايل ده كامل، عشان هم حاطين لك شاشه 5.9 انش، ما خلوهاش كواد اتش دي زي النوت 7 وبتستهلك بطاريه بشكل كبير، لكن خلوها فول اتش دي عاديه، وده يعني متوقعش ان انت هتحتاج اكتر من كده، وبطاريه 4000 ملي امبير مع معالج ممتاز جدا. فانا شايف ان هواوي حسبتها صح عشان تديلك اداء الموبايل التمام، ما ياثرش معاك في البطاريه، ما ياثرش معاك في الشاشه، وما ياثرش معاك في الاداء. نتكلم شويه عن النسخه البورش. النسخه البورش هتكون بمقاس شاشه 5.5 انش كواد اتش دي، وهتيجي ب 6 جيجا رام زي ما قلنا، لكن باقي المواصفات كلها زي ما هي، وهتكون الشاشه ايدج زي النوت 7 بالظبط. يعني بص انا بتوقع بصراحه بالشركات الصينيه بتقعد مع بعض كده تقول لك ايه احسن تصميم لموبايل شفناه لحد دلوقتي؟ النوت 7. مش محتاجة حاجة يعني. انزل يا ابني بتصميم النوت 7 بالظبط بقى، ايدج وشاشه كواد اتش دي نفس الشاشه اللي موجوده في النوت 7 ونفس التصميم، والاول مره شركه هواوي تحط لك زرار الهوم في قدام زي سامسونج بالظبط. انا بصراحه شايف ان دي حركه غبيه جدا من هواوي، لان المفروض انها تعتمد على البصمه ورا زي كل اجهزتها، لكن المره دي في النسخه البورش حاطط لك زر الهوم قدام وبيعمل بالبصمه برضو مفيش اي مشكله. الموبايل بيجي بواجهة هواوي الجديدة كليا، ولسه أول مرة تنزل على موبايل من هواوي،
واللي هي ايموشن يو اي 5.0 مبنية على اندرويد نوجا. برضو هيكون اول موبايل من شركة هواوي عليه اندرويد نوجا من اول ما تشغل. الواجهة بيقول لك بقى ان هي بتجيب لك تقدر تحدد سمات وتختار سمات ومش عارف ايه. في حاجة برضو ممتازة جدا في الموبايل اتكلموا عنها، ان الموبايل بيجي بشريحتين والشريحتين بيشتغلوا بشكل كلي. يعني بقيت تقدر ان انت تشتغل على تطبيقين واتس، تطبيق برقم وتطبيق برقم تاني مختلف. فبصراحة شايف ان دي حاجة ممتازة جدا. طبعا بيدعم مايكرو اس دي كارد لحد 256 جيجا. بصراحة من رأيي الشخصي انا شايف ان نسخة البورش اجمل واشيك بكتير جدا، والشاشة هتكون احسن وايدج وتصميم روعة جدا. لكن شايف ان التصميم مسروق نسبيا من النوت 7، لكن مفيش مشكلة، كلنا كنا متوقعين كده من اول ما النوت 7 تم سحبه خلاص. نيجي بقى للسعر، واللي من رأيي هو اكتر حاجة فشلت فيها هواوي المرة دي. سعر الميت 9 العادي هيكون في حدود $700، والميت 9 البورش هيكون في حدود $1500. يعني مثلا انا لو معايا $1500 هروح اشتري موبايل عشان بورش وبتاع؟ ايا كان، هو بصراحة السعر انا شايف ان هو غالي جدا بالنسبة للنسخة العادية وبالنسبة للنسخة البورش. لكن انا متوقع بصراحة ان السعر هينزل شوية بعد ما يتم طرحه في الاسواق. اعلنوا برضو عن ساعة ذكية مش فاكر اسمها بصراحة، لكن اللي انا فاكره ان هي بتفضل شغالة لحوالي 6 ايام، وان هي بتستحمل تحت المية لحد عمق 50 متر. فبصراحة انا شايف ان هواوي ابدعت المرة دي في المؤتمر، لكن شايف ان السعر مبالغ فيه شوية. وبس دي كانت كل حاجة بالنسبة لمؤتمر هواوي والميت 9 والساعة الذكية النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك، ده بيدعمني جدا، واكيد تشترك في القناة عشان تشوف فيديوهاتنا اللي جاية. بشكر كل اللي شاف الفيديو الاخر. سلام.